كلمة ربنا فيها سر، فيها الدواء. طبيعي فتحة الإنجيل مع واحد مكتئب ما بتبقاش سهل فعلا، لما الواحد يبقى قلبه تقيل قوي بيبقى مش قادر يقرأ، أحيانا توصل لكده. لكن هي درجات، لو قدرت تقرأ أو تسمع ده جنب الصلاة هيفرق جدا، لأن كلمة ربنا بشكل سري وبشكل مفهوم بتعمل حاجة. بشكل سري يعني فيها سحر، فيها عمل الله، فيها نعمة، فيها لمسة إلهية. مجرد أنك قاعد مع الإنجيل تتشال منك الكآب. كلمة ربنا مبهجة مفرحة، كان كلامه قليل الفرح. ده اللي قال كده أرميا بتاع ايه، ملعون اليوم اللي اتولدت فيه، هو اللي قال كلامك ليا كان مفرح. كمان لما تفهم اللي بتقرأ، لو قدرت تاخد وعد، تاخد كلمة حلوة من ربنا، طب ما ده هيفوقك. لما تطمن ان ربنا معاك وبيحبك وكل حاجة ماشية كويس، طبعا ده هيفرق كتير. اذا زي ما قلنا صلي بأي طريقة، بنقول لك اقرأ بأي درجة بأي طريقة، بفهم أو بدون فهم، كمية كبيرة أو قليلة مش مشكلة، تفسير أو من غير تفسير، لقيت وعود أو مشجعات يبقى أحسن وأحسن. بكل الطرق خلي كلمة ربنا في إيدك.